في اخر 5 وبدايه 6/20/24 هيتم افتتاح ملعب السانتياغو برنابيو بشكل كامل. ايه الفكره المعماريه اللي موجوده في الملعب ده وايه اللي مخلي التصميم بتاعه مميز؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في اول فيديو على القناه هنا. الهندسه المعماريه في شبه الجزيره الايبيريه في الفتره اللي فاتت شهدت تطور كبير جدا، خصوصا في القطاع الرياضي. في الوقت اللي احنا هنتكلم فيه ده عن ملعب سانتياغو برنابيو، هيتم اعاده تصميم ملعب الكامب نو في الفتره اللي جايه. الشركه المعماريه اللي قدمت مقترح سانتياغو برنابيو جديد هو شركه L35 Architects، وهي شركه اسبانيه بتتعاون مع كذا مكتب موجود في اسبانيا عشان يطلعوا بالشكل الحالي. شركه L35 هي واحده من الشركات اللي قدمت عدد من المقترحات لعدد من الملاعب الموجوده في اوروبا. رئيس تنفيذي شركه L35 كان عامل مقابله عن الملعب وادى نظره كده في المقابله دي عن ايه هي التصاميم وايه هي وجهه نظر المكتب. اول حاجه اتكلم عنها هي الفكره او الالهام اللي خلى المكتب يقترح تصميم الملعب بالشكل الحالي. معظم الملاعب الموجوده في العالم بتبقى موجوده على ضواحي المدينه بحواليها طرق سريعه وباركينج، على عكس سانتياغو برنابيو اللي موجود في قلب مدينه مدريد، وهو ده كان التحدي الاول بالنسبه لهم في تصميم الملعب. ده التصميم فعلا بتاع الملعب بتاع سانتياغو اول ما تم بناؤه. تم انشاؤه في الاصل سنه 1947. مع الوقت تطور النسيج العمراني حوالين الملعب وبقى بالشكل الحالي اللي موجود، وهو في قلب مدريد وهي اكتر منطقه فيها كثافه سكانيه. ده كان التحدي المعماري الاساسي للمشروع، اللي هو انت ازاي تعمل تصميم جميل جدا وفي نفس الوقت يكون متناسب مع البيئه اللي حوالين الملعب. على حسب كلام المدير التنفيذي للشركه ان هو ما كانش فيه برنامج واضح قوي للمشروع، كانت هي عباره عن شويه سكتشات معموله للمشروع. بيقول المدير التنفيذي ده ان التصور الاساسي اللي كان موجود للملعب هو ان احنا نعمل الملعب بشكل مغلق. كانت الفكره الاساسيه بالنسبه لهم هو ايجاد نظام مغلق مرن، في نفس الوقت برضه الحجم بتاع الاستاد يكون متناسب مع وجوده في مركز المدينه. بيقول الهدف الاساسي برضه من تطوير ملعب السانتياغو هو اعاده هيكله لمركز مدينه مدريد، وانه يعمل تشكيل جديد لمركز المدينه. مركز المدينه ده اللي هو مش مقتصر على الرياضه، على عكس في بدايه تصميم الملعب سنه 47، وانه هيبقى في اماكن تجاريه وترفيهيه حوالين الملعب، وكل ده عشان تحقق الهدف النهائي من المشروع في تصميم الملعب الجديد. في بروز كتير في اسفل الكتله بتاعه الملعب، فتعمل مدخل رئيسي للملعب قصاد الشارع الرئيسي اللي موجود في مركز المدينه. الفكره من الموضوع ده ببساطه ان يبقى في اتصال مباشر ما بين المدينه وما بين الملعب. النقطه اللي بعد كده اللي هيتكلم فيها ان هو ازاي التصميم ده هيزود ايرادات ملعب ريال مدريد، ازاي تصميم معماري هيزود ايرادات النادي. هو شرح الموضوع ده بان الهدف الاساسي لاداره ريال مدريد هو ان الملعب يكون شغال بشكل دايم 365 يوم في السنه، وان هو يتجاوز حته النموذج التقليدي كمربع خارج الخدمه في الايام اللي ما فيش فيها مباريات، وده من خلال استعمال الملعب في انشطه ثانيه خلال السنه كلها. والانشطه دي متنوعه سواء تجاريه او ثقافيه او حفلات او اي انشطه. المهم ان الملعب ده يكون 365 يوم شغال وبيجيب ايرادات لاداره النادي، وده هيخلي الملعب متصل بشكل كبير جدا بالبيئه اللي حواليه، ما يبقاش مجرد مكان بيتم استخدامه للمباريات بس، لا هيتم استخدامه لانشطه ثانيه زي ما قلنا كده. كان في قبل كده مكان مبني حوالين الملعب وتم هدمه واستخدامه لانشطه تجاريه، والمنطقه دي مواجهه لواحد من مداخل الملعب، وده هيخليها على اتصال مباشر بالملعب ويتم استخدامها بشكل كويس جدا. النقطه اللي بعد كده اللي اتكلم فيها في تصميم الملعب هو السقف المتحرك. ازاي السقف المتحرك ده هيساعد في ان تجربه المشجع تبقى افضل. الملاعب على عكس الاماكن المقفوله لازم تبقى مكان مفتوح بنسبه معينه عشان الشمس والمطر والهواء يدخلوا، ودي من الاهداف الاساسيه اللي بتخلي سطح الملاعب مش مقفول، وهو ان النجيله الموجوده في ارضيه الملعب تنمو بشكل طبيعي. وده كان التحدي في فكره السقف المغلق، ولكن المكتب حل المشكله دي وتم استخدام تقنيه بتخلي النجيله اللي موجوده في ارضيه الملعب تنمو بشكل طبيعي جدا، وبناء على الكلام ده تم عمل السقف بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا. اما بالنسبه لفكره وجود السقف، هو بيسمح يبقى فيه عناصر مرتبطه بيه تعزز تجربه المشاهد. ده وجود السقف نفسه هيسمح بان يرتبط بيه عناصر هتساعد في تحسين تجربه المشجع، سواء بقى شاشات، لوحات النتائج، انظمه الصوت والاضاءه، اجهزه العرض وكاميرات المراقبه وحاجات كتير جدا. حسن تجربه اي حد موجود في الملعب. نتيجه كل العوامل اللي فاتت دي هيبقى سهل ان انت تنظم اي حدث في سانتياغو بغض النظر عن ظروف الجو عامله ازاي. في النهايه التصميم الجديد ده بيخلي تجربه سواء للمشجع او حتى اللي بيتفرج على التلفزيون ممتعه جدا. استنونا في افكار معماريه الملاعب الثانيه. سلام.